السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة من كل أبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم أمواتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا جينا للسمك، والسمك بقى ومش عايزة أقول لكم أسعاره. سمك بلطي عامل 60 جنيه. يا حسرتاه يا حسرتاه بجد. هنقول ايه غير الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على النعمة، والحمد لله ان الواحد قادر، وربنا يعين كل واحد على حاله ويعين يا رب اللي مش قادر يجيب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. جبنا بقى السمك، قلنا بقى نشوف بقى اسعاره وننزل بقى نجيب سمك، بلاش لحمة بلاش فراخ، مع اننا مش هنستغنى عن اللحمة ولا عن الفراخ، ده طبيعي. تمام، قلنا بقى نعمل بقى شوية سمك اهو يعتبر ارخص من اللحمة ومن الفراخ. اللحمة دلوقتي داخلة على 250، والفراخ على 80 جنيه، البيضة كمان مش البلدي. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة يا رب، اللهم امين. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين، ويرزقنا جميعا اللهم امين. هنحط حلة بقى. اول حاجة بنبتدي طالما هتعملي السمك، تمسكيه بقى تنضفيه وتخليه زي الفل، وتخليه كده فله كده، وترش عليه شوية ملح وتركنيه. واول حاجه تبتدي بيها تقومي عامله الرز. الخضره الاول اتنقعت واتغسلت واتحطت في شويه ميه بخل. تمام، وعملنا بقى الخلطه بقى السحريه بتاعت رز الصياديه. رز الصياديه مش معنى ان رز الصياديه يبقى بصل بس، لا طبعا. رز الصياديه بيبقى ايه؟ مشكل بقى من كله زي ما انت عايزه. عندك فلفل الوان حطي، عندك فلفل اخضر، جزر مبشور، بصل، طماطم، كرفس، بقدونس، اللي انت عايزاه. انا جربت الرز ده قبل كده كتير جدا وعجبني وعجب ولادي. رز الصياديه بيختلف ان بيبقى بصل بس، وبتحمريه قوي بيبقى لونه احمر. انا بقى حبيت اغير فيه في الرز الصياديه ده، خليته بقى ايه؟ بالخلطه الجباره دي. وهنيجي هنا بقى نفسي اعمل بصراحه صينيه سمك كده بالصلصه، نفسي فيه جدا من زمان ومن سنين ما عملتوش. حطيت شويه زيت صغيرين جدا مع فصين توم، لان انا هقلي السمك هيبقى فيه زيت، ما يبقاش كميه الزيوت كتير فيه. تمام، هننزل بقى بطشة الطماطم بتاعتنا على التومة. 100 فل وعشرة، هسيبها تتسبك والرز شغالة معايا على النار. بصي لازم بقى تدبلي كل حاجة دي، لازم تخليها كده حمرة بقى، البصل والطماطم وكله. حطيت معلقة كركم، معلقة كمون. طبعا رز صيادية يعني كمون، سمك يعني كمون. مش عايزة اقول لكم الاسماك عموما بانواعها لازم الكمون. اللي يحط فلفل اسود لا طبعا، انا ما بحبش كده. هنزود الرز بتاعنا، ومجرد ما يغلي ويتشرب بنوطي عليه شمعة ونسيبه يستوي براحته. شوية رز عسل عسل، تاكلهم مع سمك، تاكلهم مع بانيه، تاكلهم مع فراخ، تاكلهم مع كفتة، زي ما انت عايزة كليهم. باقي شوية طماطم لقيتهم شوية صغيرين، زودتهم برضو وحطيتهم بقيتهم، نسيبهم كده ايه؟ يتسبكوا. شوية الملح وشوية الكمون، ولو عايزة تحطي بقى شوية شطة لو انت حابة تشطشطي حطي. خدنا شوية جزر حطيناهم على الدقة بتاعتنا، او نحجز بقى شويه دقه كده لانها لقيتها كتير، عشان ما تبقاش كمان السمك حامي قوي. السمك ده بصراحه بسم الله ما شاء الله، بصراحه اللهم صل على النبي، كان صاحي. اي نعم بستين بالفتح بتاعه كده والتنظيف، بس انا كملت عليه في البيت طبعا. بس اللهم صل على النبي، سمكه تستاهل. يعتبر السمك ارخص حاجه دلوقتي بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها، رغم ان هو زاد وعلي في سعره، بس ارخص من اللحمه، ارخص من الفراخ، ارخص من البانيه اللي وصل ل 180 جنيه. انا مش متخيله ان البانيه يوصل ل 180 جنيه. انا جبته، مش هقول لكم ما جبتوش، انا جبته على الاقل نص كيلو. لان معلش هيطلع لك عيل من عيالك يقول لك يا ماما، هو انت ليه ما بتجيبيش فراخ؟ حتى لو معكيش هيبقى غصب عنك هتجيبي. هيطلع لك عيل برضه يقولك يا ماما انا نفسي اكل حواوشي لحمه، او مش عارف لحمه محمره او اي حاجه. بصي احنا غصب عننا. انا عن نفسي بقول اعمل مقاطعه، وحاولت ان انا اعمل مقاطعه، بس غصب عني ولادي بيطلبوا، فغصب عننا هنجيب الحاجه. فربنا يرحمنا برحمته، ده اللي بنطلبه، ان صوتنا وصوت الغلابه
يعني احنا نقدر نجيب وغيرنا يقدر يجيب، بس فعلا صوت الناس اللي مش قادرة يوصل ان الاسعار تنزل. الاسعار تنزل رحمة بيهم، رحمة بيهم بجد. لو حد يسمع الكلمتين دول، رحمة بالناس اللي مش قادرة تجيب يا جماعة، الاسعار تنزل. حرام الاسعار بتطلع كل يوم كل يوم كل يوم. ربنا يرحمنا يا رب، والله الرحمة من عندك. يعني ارحم الناس الغلابة. اللهم امين يا رب. المهم هنيجي بقى نقلي السمك، حشيته بقى بالخلطة بتاعتي وغرقه في الدقيق كده. انا هعمله بدقيق بس، لا هحط نشا ولا مش حاباه يبقى ناشف، انا عايزاه طري وحلو كده، حلو كده اعرف ايه يتاكل. تمام. هقليه بقى كده كده. انا عملت الرز وعملت التسبيكه بتاعت السمكه بصلصه، وعملت شويه سلطه بقى وشويه طحينه من ورا الكاميرا بقى. مش هشارككم بقى كل مره في الطحينه والسلطه، عرفتوها يعني، وانتوا كلكم بسم الله ما شاء الله ستات بيوت شاطرين. انا بس بتكلم وبقول الحاجات التكات اللي بتبقى ما قلتهاش قبل كده، عشان البنات الصغيرين، البنات اللي بتتعلم، اللي لسه داخلين عليها جديد بيشوفوا. تمام كده. تبقى ايدك زي ما انا اقول لكم، ايدك وعينك على البوتاجاز، عينك في قلب الحاجه مخليه بالك من دي ودي، وايدك في الرز وايدك في السمك وايدك في ده وده، عشان ما فيش حاجه تبوظ منك، لان صعب ان انت تجيبي الحاجه وتتعبي فيها وتيجي تبوظ منك او تتحرق. جبت بقى القارب البيركس، حطيت فيه نص الصلصه، نص التسبيكه الحلوه اللي بتقوم دي، ريحتها مش عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله بجد، ريحه تحفه. وهنطلع بقى نقسم السمك، نحط حوالي مثلا 3 4 سمكات في الصلصه. بصوا جميل تحفه. انا بقى بطلع السمك مش على مناديل، بطلعه في غطا حله. عارفين الغطيان الحلل بتاعت زمان اللي بتبقى نازله مغوطه لتحت كده، عشان الزيت كله ينزل في حته الغويطه، عشان يصفي بقى كله. ما شاء الله بجد السمك كان تحفه تحفه تحفه. انت لو هتجيبي لك 2 كيلو سمك عاملين 110 او 120 جنيه وتعمليهم، احسن ما تجيبي لك كيلو لحمه 250 جنيه. اي نعم ده طعم وده طعم، بس في الوقت اللي احنا فيه لازم نحاول على قد ما نقدر نوفر. لو انا عايزه اجيب بانيه وهجيب كيلو بجيب نص كيلو، لو انا هجيب فرختين بجيب فرخه. المهم ان كله يترضى وكله ياكل. لازم تعملي وتنظمي بيتك وتقسمي حالك، لان الوضع اللي احنا فيه حتى غني وفقير مش هيقدر عليه. وربنا يرحمنا يا رب برحمته الواسعه. تمام. هاجي بقى كده ارص بقى الكام سمكه بتوعي، هيشرب من الصلصه من تحت، وهحط بقيه الصلصه من فوق. يبقى يا دوبك هحطها بس كده سنه صغيره تحت الشوايه او في الفرن حاجه بسيطه، لان السمك مستوي معايا وزي الفل والتسبيكه زي الفل، مش محتاجه. وممكن كمان ما احطوش، بس انا حبيت ان انا ادخله الفرن سيكه كده حبه صغيره. نزلنا كده بقيت بقى الصلصه بقى بتاعتنا بقى، التسبيكه الحلوه دي، التوم كده عامل فيها زي الفريش كده وحاجه تحفه. تغطي بقى كل سمك كده من كل حتة بالصلصة. انا مش عايزه اقول لكم لانكم ممكن تضحكوا عليا، ان السمك ده انا كفاني يومين انا وولادي، لان في يعني فرد من العائله بتاعتي ملوش في السمك، ضد السمك. يعني ممكن ياخد صلصه كده احطها وسلطه وخلاص، ورز. لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يومين كنا الحمد لله، ومش عيب ولا حرام ان انا اعمل سمك على يومين. احنا كنا المقلي اول يوم واحده من اللي بصلصه، وسبت ابو صلصه لتاني يوم. طبعا عايزه اقول لكم شويه الدقه اللي عملتهم بقى، حطيت عليهم ليمونتين وينزل كده يا معلم على السمك، شرب من الدقه، كان حكايه تحفه. المقلي خلصناه، كل واحد خد سمكيه، رضا من عند ربنا الحمد لله. وبقى بقى اللي بصلصه، انا اكلت واحده بصلصه كان عسل 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 زي الفل. سمكية بقى جوه الحشو بتاعها، بصوا الجزر هو سخن طبعا، وماسكه الموبايل بايد وبفتح بايد، السمكية ما شاء الله طازة 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 طازة. واللي عارفين السمك الطازة هيشهدوا. السمكة بصوا تحفة ومسكرة عسل. لان بصراحة يعني بصوا الحاجة اللي بتبقى جاية من يعني من خير البحر وحاجة يعني كده حية كده، بتبقى جميلة قوي. والرز زي ما قلت لكم زي العسل، وشوية طحينة بقى تحفة، والصلصة بقى وجمالها بقى وهي غرقانة في قلب السمك. بجد جربوا السمك اللي بصلصة، حاجة ملوش خيال. السلام عليكم.